ممكن حضرتك تحسبيه سعرات كذا. طيب يلا نبتدي مع بعض يا مي، نحسب مع بعض السعرات، بس اوعديني انك تفهميني. يلا بينا. ممكن حضرتك تحسبيه سعرات كذا. طيب يلا نبتدي مع بعض يا مي، نحسب مع بعض السعرات، بس اوعديني انك تفهميني. يلا بينا. يلا نعمل حساب للسعرات مع بعض. بصي يا ستي، عشان اعرف انا ايه السعرات اللي محتاجاها ليومي والسعرات اللي محتاجاها عشان اخس، هضرب الوزن بتاعي في عدد الساعات في يومي. لو انت بنت هتضربي في 22، لو راجل هيضرب في 24 ساعة. تمام، هيديني رقم. الرقم ده هضربه في حاجة اسمها معدل نشاطي. معدل النشاط ايه هو المعدل النشاط ده؟ كل واحد فينا عنده معدل نشاط، يا اما 1.3 يا اما 1.4 يا اما 1.5. طيب هتفرق في ايه واختار ايه فيهم؟ لو انت حد ما بيتحركش وقاعد على مكتب على طول، فانت هتضرب في 1.3 وده معدل النشاط بتاعك. لو انت بتعمل حركة متوسطة من 2 ل3 في الاسبوع، مشي نص ساعة، فهتضرب في 1.4. لو انت بتروح الجيم وبتشيل حديد مثلا 3 ايام في الاسبوع، هتضرب في 1.5. لو انت بادي بيلدينج او الناس اللي بتشتغل في المعمار والحديد والشيل والحط، فهتضرب في اوقات في 1.6 و1.7. هيطلع لك ناتج. يبقى انا اقول تاني، ضربت الوزن في عدد الساعات وبعدها طلع رقم، ضربته في النشاط بتاعي هيطلع لي رقم. الرقم ده هو ده اللي انا محتاجه علشان اعيش، عشان اثبت احتياجي اليومي بتاعي. طيب انا عايزه اخس، فالرقم اللي هيطلع هطرح منه 500 عشان اعمل عجز في السعرات. هطرح منه 500 عشان اعمل عجز سعرات. لا، طب انا وزني ضعيف وعايزه اتخن، هزود 500 لو انا عايزه ازيد. فهمتيني؟ اللي هيطلع ده هو ده الناتج اللي انا هحتاجه عشان اخس او احتاجه عشان ازيد حسب احتياجي. فهمتي كده يا مي؟ بقول تاني، حساب السعرات بتاعي الوزن في عدد الساعات. لو انا بنت 22، لو انا راجل 24. هيطلع لي الرقم ده هضربه في معدل النشاط بتاعي، سواء بسيط او متوسط او عالي. هيطلع لي رقم، ده الرقم بتاع احتياجي اليومي من السعرات. لا، انا لسه عايزه اخس، فهنقص 500. انا عايزه ازيد، هزود 500. عايزه اثبت، هاخد نفس الرقم. لا يعني لو انا خسيت ووصلت او جسمي عاجبني وعايزه اوصل لنفس الرقم، عايزه اثبت على نفس الميزان، هعمل هاخد سعرات بتاعه الاحتياج اليومي بتاعي. بس نصيحه مني، لما تخسي كل ما تخسي رقم، اعملي المعادله من اول وجديد علشان سعراتك تفضل بتنزل على حسب نزول وزنك، وبالتالي تفضلي محافظه على الحرق بتاعك، وزنك ما يثبتش. يا رب تكوني فهمتيني.